انا هقول كلمات عدد اللي يعرفوها اقل من عدد صوابع اليدين. المنطقة الحرة جمعنا رئيس الوزراء عاطف عبيد وحاول ان ينتزع قرار جماعي من نواب بورسعيد بان هيلغي المنطقة الحرة ويحط نظام جديد يعوض المنطقة الحرة. اسألوه جميعهم احياء، 5 وفقوا، وما زالت مضابط المجلس بتقول انني الوحيد اللي اعترضت على المنطقة الحرة. اسألوه اسألوهم وهم احياء اعترضت على الغاء المنطقة الحرة بدون ما يكون هناك بديل يستوعب المنطقة الحرة، لان 30 سنة لما رجعنا من الهجرة توقفت كل شيء من التنمية بما في ذلك التفريعة، والمراكب رايحة جاية لغت 64 مهنة بحرية من الكنال. هاتولنا بديل للمنطقة الحرة. قالوا له انت صوت واحنا 450 صوت واتلغت المنطقة الحرة. انا بقول المعلومة دي للناس. المعلومة الثانية للناس برضو ان تتنبهوا جيدا ان القوى الرأسمالية تكن ليها عداء تاريخي. هي لا تقبل ان يكون هناك عمال شرفاء، وكل ما البلد دي تنتج عامل شريف يتم نقله نقل اداري. نقل اداري يعني نقل طبقي. نقل طبقي يعني اتنقل من طبقة لطبقة تانية، من طبقة ساكنة في البيوت الى طبقة تمتلك الابراج وبتسمي الاحياء باسماء. دي العمال اللي بتطلع من العمال، وعلى فكرة هم بيبدأوا كويسين، طالعين كويسين، لكن بيلوثوهم في السكة ويغيروا مسارهم ويبقى طيب في واحد عصر معاهم. انا مرضتش اتلون، مرضتش اخون، مرضتش ابيع الطبقة اللي انا منتمي اليه. انا سليل الطبقات الشعبية، انا سليل من الطبقات الوسطى حتى الطاعة، ما اقدرش اخونه، لان انا عارف في يوم من الايام هقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني. انت بعت الناس الغلابة والفقراء، انت اللي بعتهم وانت اللي خدتهم وانت اللي جبت لهم الالام وانت اللي جوعتهم. طب وانا ليه اتحاسب؟ طب ماني انحاز لهذه الطبقة. من هنا دفعت الثمن، كان ثمن بشع لا يمكن لاحد فيكم يتصور. الليلة الواحدة في الامام طرع او في مزعبل على الاسفل في شهر 7 وحرارة 7 وفي يناير وبرد يناير، كل ده هل ممكن اللي يعيش هذا المناخ المؤلم ان يبيع ويخون؟ ما هو لو باع وخان ما هو كان استريح من العذاب اللي كنا احنا بنتعذبه وبنشربه. من هنا انا كنت مصمم على عدم النقل الطبقي، مش منقول. انا هنا مش
عايش وسط الطبقة الذي بنتمي اليه، لكن الطبقة الكبيرة، ومش كل الطبقة الكبيرة كمان، حفنة منها، مش كلها، حفنة منها هي اللي ماسكة العداء دي، تطلع عليها الاشاعات وتطلع عليها الكلمات وتقول لك ده عمل وعمل واخد. طلعوا عليا 78 منشور بواقع 6 ساعات بالمنشور، 78 منشور، ورشحولي 20 عامل بالفلوس عشان يفتشوا الاصوات ويسقطوها في البيت. 20 عامل قبضوا فلوس، بعضهم ما كانش عارف ايه الموضوع غير ان هو قبض فلوس عشان يترشح. كل ده علشان مقعد في البرلمان. ما انتوا الاغلبية ملهاش مقاعد، الاقلية لها كل المقاعد. قاموا بفتنة كبرى بيني وبين عمال هيئة قناة السويس. كل يوم وكل مؤتمر بقسم لهم بكل الهيمنات، يا جماعة ده واحد من العمال زيكم، مش ممكن اتكلم عنكم كلام مش صحيح. ده انا بتقاطع عطر قد كل واحد فيكم مرتين 3، يبقى هتكلم على فيشة عبد العمال. ده انا طول عمري بعطالب بزيادة الاجور وزيادة العمال. انتوا عارفين دول عمال الغلابة، عارفين يابا بعد ما يطلع المعاش كل اللي يابابه يجوز به بنته، يشتري به شقة لابنه، طلع ما خدش حاجة. اذا انا هتكلم عن ناس ما خدتش حاجة، حتى السجن الاداري اللي كان بيتبدل من اداري الى تمليك تبع المحافظة لغوه. لكن انا بقول لهم وبوعدهم ان انا هقاتل ان اصحاب السكن الاداري في الهيئة من حقهم تتحدد لهم حصة يغير السكن الاداري بسكن تمليك من المحافظة بذات شروط المحافظة، ويسلم السكن الاداري لأسرة ثانية هتسكن. يبقى احنا ما ضيعناش فلوس واللي شاء عمره كله فيها. انا هنا اخطأت في ايه؟